وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفصح العرب لسانًا وأبلغهم بيانًا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة فضاء السلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور. في هذه الحلقة وهي بعنوان مكانة اللغة العربية في عصر دولة المماليك. وهكذا في كل حلقة نمر على تاريخ من تاريخنا الإسلامي المجيد، ونتعرف على مكانة اللغة العربية في عصر من عصور هذا التاريخ الإسلامي. وبداية، لماذا سميت بدولة المماليك؟ لأنها كانت دولة قوية، فلماذا سميت بدولة المماليك؟ فكلمة مملوك في اللغة العربية أو في اللغة تعني العبيد الأرقاء، وهي مرتبطة بتعبير القرآن الكريم: ما ملكت أيمانكم وملك يمينك. ولقد اتخذت مع الاستعمال ومرور الزمن معنى اصطلاحيا، فأصبحت تطلق على الرقيق البيض دون العبيد السود الذين يجلبون لاستخدامهم كجند محاربين. فمعنى دولة المماليك هؤلاء كانوا أسرى واسترقوا واستعبدوا، وبعد ذلك حصل لهم عتق وتعلموا القرآن الكريم واللغة العربية كما سيأتي، ولا أصبح لهم شأن، وسميت دولتهم بدولة المماليك. من أين هؤلاء المماليك؟ من بلاد ما وراء النهر، الذي كان المصدر الرئيسي للمماليك، إما بالأسر في الحروب أو الشراء من أسواق النخاسة. الأسواق هذه كانت تعقد في كل البلاد العالم، وهنالك بيع وكذا، والإسلام رفض هذه التجارة، تجارة الرقيق، وأعتق كثير من الأرقاء أو من العبيد. ومن أكثر المناطق التي كانت يجلب منها المماليك بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر يقصد به نهر جيحون، وهو الذي يجري شمال تركمستان وأفغانستان، ويفصل بينهما وبين أوزبكستان وطاجكستان. هذه وسط آسيا. هذه المناطق كان يجلب منها هؤلاء العبيد أو المماليك. وكانت الأعراق التي تعيش خلف هذا النهر أعراق تركية في الأغلب، وكانت هذه المناطق مسرحا دائما للقتال وعدم الاستقرار، ولذلك كثر الأسرى القادمون من هذه المناطق. لكثرة الحروب بينهم كانت هنالك أسرى، والأسير يسترق ويستعبد أو تطلق حريته إذا دفع المال. وكثرت أسواق الرقيق هناك، ومن أشهر مدن الرقيق في ذلك الوقت كانت مدينة سمرقند وفرناقة وخوارزم وغيرها. لذلك كان الأصل التركي هو الغالب على المماليك، وإن كان لا يمنع أن هنالك مماليك من أصول أرمنية ومن أصول مقولية، كما كان هنالك مماليك من أصول أوروبية. وكان هؤلاء الأوروبيون يعرفون بالسغالبة، أي البيض الأوروبيين.
وكانوا يستخدمون من شرق أوروبا بوجه خاص. كل هذا كان يحدث على مدار عشرات أو مئات السنين، ولكن الأمر الذي استحدثه الملك الصالح أيوب وتبعه بعد ذلك سلاطين دولة المماليك أنه كان لا يأتي إلا بالمماليك الصغار في السن، أي في مرحلة الطفولة المبكرة، وكان غالبهم من بلاد غير مسلمة، وإن كان يحدث أحيانا أن يؤسر بعض أطفال المسلمين غير الناطقين بالعربية فلا يعرفون. يعني من ضمن هذه العبيد أو المماليك هنالك أطفال من أسر مسلمة لكن لا يعرفون ولا يعرف أصلهم أو دينهم، فيعاملون معاملة الرقيق. ومن أبرز هؤلاء الأتراك المماليك أحمد بن طولون ومحمد بن الإخشيد اللذين أسسا دولتين مشهورتين في مصر، الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. هؤلاء كانوا عبيد ولكنهم اعتقوا وصار لهم شأن وتعلموا الدين الإسلامي وحفظوا القرآن وتعلموا اللغة العربية فأسسوا هذه المماليك، وكانت لهذه المماليك دور كبير وشأن عظيم في مصر، وكانوا كل منهما بدوره يعتمد على جند من جنود المماليك كالأتراك والديلم. الديلم هم من إيران بصفة خاصة، ثم تابعهما الفاطميون في هذه السياسة. وكان بالقاهرة في عهدهم سوق كبير لتجارة الرقيق عند الساحة التي تقع في منطقة بين القصرين، والتي بنيت فيها فيما بعد مدرسة الكاملية وهي التابعة للملك الكامل. ولهذه التربية المتميزة كان أطفال المماليك ينشؤون عادة وهم يعظمون أمر الدين الإسلامي جدا، وتتكون لهم خلفية واسعة جدا عن الفقه الإسلامي. يعني هؤلاء الأطفال كانوا يأتون بهم ليعلمونهم، أولا يدخلونهم الإسلام ويعلمونهم أمور الدين ويحفظون القرآن ويعلمونهم الفقه، وتظل مكانة العلم والعلماء عالية جدا عند المماليك طيلة حياتهم. وهذا ما يفسر النهضة العلمية الراقية التي حدثت في زمان المماليك. يعني هذه الدولة، دولة المماليك، هي دولة كبيرة وكان لها باع كبير في النهضة العلمية، وكانوا يقدرون العلماء حتى ولو خالفوهم في الرأي. ولذلك ظهر في زمان دولة المماليك الكثير من علماء المسلمين الأفذاذ مثل العز بن عبد السلام والنووي وابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن حجر العسقلاني وابن كثير والمقريزي وابن جماعة وابن قدامة المقدسي رحمهم الله جميعا. هؤلاء كانوا في هذا العصر، عصر المماليك. وظهرت أيضا عند غيرهم أعداد هائلة من العلماء يصعب جدا حصرهم. بناء المدارس والتربية الإسلامية في عصر المماليك. لقد تسابق الناس في العصر المملوكي في بناء المدارس لطلبة العلم والاستكثار منها، فضلا عن بناء الخوانق. الخانق كما ذكرنا هو الروابط أو الرباط الذي يكون لطلبة العلم وينفق عليهم وتوقف لهم أوقاف يعيشون فيها وهم يتفرقون للعلم والعبادة. وهذا الخانق أو الخوانق أنشأها الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهي أماكن عبادة الفقراء من الصوفية. وقد لاحظ العلامة ابن خلدون هذا المظهر ونقله إلينا في تاريخه قائلا: أهل هذه الدولة التركية المملوكية بمصر والشام معنيون على القدم منذ عهد مواليهم ملوك بني أيوب لإنشاء المدارس. هذه الدولة هي امتداد للدولة الأيوبية التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي.
بإنشاء المدارس لتدريس العلم، والخوانق لإقامة رسوم الفقراء في التخلق بآداب الصوفية السنية في مطارحة الأذكار ونوافل الصلوات. أخذوا ذلك عمن قبلهم من الدول الخلافية، فيختطون مبانيها ويوقفون الأراضي المقلة للإنفاق منها، يعني فيها زراعة وكذا، يوقفونها على هذه الدور أو الخوانق أو الرباط أو الرواق كما يسمى الآن في جامعة الأزهر أو جامع الأزهر سابقا، وينفق منها على طلبة العلم ومتدربي الفقراء، وقد اقتدى بسنهم في ذلك من تحت أيديهم من أهل الرئاسة والثروة، كذلك غير الأمراء والملوك في هذه الدول، وكان هنالك أهل الأعيان رجال الأعيان والثروة كانوا كذلك يقومون بهذا الشيء، فكثرت لذلك المدارس والخوانق كما ذكر لنا ابن خلدون في كتابه. ولعل ما يفسر قول الرحال الشهير ابن بطوطة حين نزل مصر سنة 726 هجرية الموافق 1326 ميلادية، قال: وأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها، يعني وهذا يدل على النهضة العلمية التي كانت في هذا العصر، عصر المماليك، هؤلاء الأرقاء الذين اعتقوا وتعلموا وأنشأوا هذه الدولة العظيمة ونصروا الإسلام واهتموا بالعلم ونشره، وهو ما ذهب إليه القشندي حين قال: من المدارس ما ملأ الأخطاط، أي الحواري يعني في ذاك الوقت. وكان التخطيط العمراني للمدارس آنذاك على 3 أنواع أساسية. أولها التخطيط ضمن النظام الإيواني، وهو عبارة عن صحن مكشوف، هذه المدارس يعني التي أنشئت لطلبة العلم والمعرفة. والتخطيط الثاني هو الأروقة حول صحن دور قاعة، وهو عبارة عن صحن أو قاعة يحاط به 4 أروقة، وربما توسط سقف الرواق منها قبة ترتفع عن بقية السقف، وقد فتحت بأضلاعها عدة نوافذ للتهوية والإضاءة. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل في من قطع من هذه الحلقة، وهي بعنوان مكانة اللغة العربية في عصر دولة المماليك. كما ذكرنا في بناء المدارس، كانت المدارس كثيرة في هذا العصر، ولذلك كانت نهضة علمية كبيرة، وظهر كثير من علماء المسلمين في هذا العصر لاهتمام الأمراء والملوك في هذه الدولة بالعلم والعلماء. ويقول النوير أن لهذه المدرسة صومعة اختبأ بأعلاها أحد علماء حين هجم القبارصة على المدينة، كان فيها صومعة. وأما النوع الثالث من أنواع تخطيط المدارس فهو ذو الحجرة الواحدة أو عدد من الحجرات، كما الآن في المدارس الحديثة، وهو من أبسط وأقدم الأساليب المعمارية التي استعملها الإنسان في بناء منشآته، بالإضافة لاستمراريتها وشيوعها. ما هي المناهج والتخصصات العلمية التي كانت في عصر دولة المماليك؟ قد اعتمدت مناهج هذه المؤسسات على علوم الشريعة وما يتأتى من علوم نقلية أخرى كالنحو
واللغة، يعني اللغة العربية كان لها دور كبير. ولذلك بعض النقاد وبالذات المستشرقون يقولون هذا العصر عصر انحطاط أو انحسار اللغة العربية. بالعكس، هذا العصر كان نهضة قوية في نشر اللغة العربية، لأن هؤلاء العجم الذين أسسوا هذه الدول كانوا يتعلمون اللغة العربية لكي يعرفوا دينهم، فانتشرت اللغة العربية في أوساط الناس، وكانت بمثابة العلوم المساعدة لهم لفهم الشريعة. اللغة العربية والنحو قواعده والصرف هذه كانت بمثابة العلوم المساعدة لفهم الشريعة. فمدرس التفسير يجب أن يكون في ذاك العصر أن يكون عالما بالعربية ولغة العرب وتفسير القرآن الكريم، ويكون فصيحا له معرفة بالإعراب، يكون متصدرا في تفسير القرآن وإعرابه. هذا شرط مدرس التفسير أن يعرف بالعربية ولغة العرب وتفسير القرآن. لقد أنشأ السلطان الظاهر برقوق سنة 784 هجرية مدرسته التي لم يعمر مثلها بالقاهرة، ورتب بها صوفية بعد العصر كل يوم، وجعل بها 7 دروس لأهل العلم، 4 يلقى بها الفقه على المذاهب ال4، ودرس تفسير القرآن، ودرس للحديث النبوي، ودرس للقراءات. هذا منهج التي كانت في مدرسة السلطان الظاهر برقوق. وقد نجد مثالا آخر للمنهج الذي كان سائدا في مسجد المؤيد شيخ عند باب زويلة بالقاهرة، لأن هذه الدولة نشأت في القاهرة في مصر، لأن الأتراك أو الأيوبيين حينما كانوا يأتون بهؤلاء الأرقاء أو المماليك كانوا يذهبون بهم إلى القاهرة، حتى كما قلنا علموا القرآن وأعتقوا وأنشأوا هذه الدولة العظيمة التي سميت بدولة المماليك. والذي كان يؤدي وظيفة المدرسة والخانقاه، يعني الرباط والرواق والمسجد في آن واحد، هذا في مسجد المؤيد شيخ، فقد درست فيه المذاهب ال4، ودرس فيه التفسير وعلم القراءات، كما درس الحديث النبوي على مستويين: مستوى الدراية، ويتولاه مدرس معين تتوفر فيه شروط مدرس المواد الأخرى، وطلابه المنتظمون معه، وبلغ عددهم 20، بينما عين شيخ آخر عالم برواية الأحاديث النبوية. الحديث هو رواية ودراية، الأحاديث النبوية، ومعه 10 أنفس يعلمهم رواية الأحاديث ويهتم بحفظ السند. ولا شك أن هذه دقة في التمييز في إطار علوم ما يسمى علوم مصطلح الحديث. الحياة العلمية والأدبية في العصر المملوكي. لقد كانت دولة المماليك من حيث طبيعتها امتدادا طبيعيا للأيوبيين ولمن سبقهم من الملوك والسلاطين، وهذا يشير إلى ازدهار العلوم والآداب في هذه الدولة، إذ أن العلماء بنوا على النهضة العلمية الفتية في الدولة الأيوبية. كانت قبلهم دولة الأيوبية، وأفادوا منها واستفادوا، وحاولوا التميز في نهضتهم من خلال العلماء المهاجرين من الأندلس وبغداد، والذين آثروا بعلمهم وخبراتهم الحضارة المملوكية، ناهيك عن الامتداد الواسع للدولة المملوكية، والذي بدوره ساهم في مزيد من التقدم والازدهار من خلال التمازج الحضاري والثقافي والفكري. يعني هذه الدولة، دولة المماليك، أصبحت وجهة لكل عالم مضطهد في كل البلاد، وكان الأمراء والملوك في هذه الدولة يستقبلون العلماء ويكرمونهم. وكما أن أصول المماليك غير العربية وتربيتهم الدينية جعلتهم يهتمون اهتماما
بالغا بتعليم اللغة العربية وإبقائها اللغة الرسمية للدولة. يعني هذه اللغة العربية كانت اللغة الرسمية في الدولة الأيوبية وفي الدولة المملوكية أو دولة المماليك. ولا أدل على الازدهار من شهادة ابن فضل الله العمري، هذا مؤرخ صاحب كتاب موسوعة مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، حيث يقول: وابتدأ بالقاهرة التي هي اليوم أم الممالك وحاضرة البلاد، وهي من وقتنا دار الخلافة وكرسي الملك ومنبع العلماء. هكذا كانت القاهرة في قديم الزمان. أما المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون ويقول معرفا بحضارة القاهرة: ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر، وهي أم العالم. الآن يقولون المصريون هي أم الدنيا، أخذوا من هذا العالم ابن خلدون الذي وصفها في ذاك الوقت في عصر المماليك كانت أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. وهذه الشهادات لا تدل إلا على تطور وازدهار تميزت به عاصمة الممالك على نظيرتها القاهرة. وفي ميدان الفكر قد امتاز العصر المملوكي بأنه عصر الموسوعات الكبرى في الأدب والتاريخ والتفسير والفقه والحديث وغيرها، نحو مقدمة ابن خلدون والبداية والنهاية لابن كثير والفتاوى لابن تيمية الذي يتكون من أكثر من 30 أو مجلدا، ومسالك الأبصار وغيرها. وهنالك جانب آخر من الحضارة المملوكية لم يلتفت إليه الكثيرون، ونعني به الجانب العسكري، ذلك أن الانتصارات المذهلة التي حققها المماليك في سنة 658 قد تحققت بسبب الشجاعة والعقيدة، ونتيجة ازدهار ما يسمى بلغة اليوم بالصناعات الهندسية والعسكرية التي مكنت المسلمين من تحرير قلعة عكا في فلسطين. ولقد سار سلاطين المماليك على نهج أسلافهم الأيوبيين في تشجيع العلم والعلماء، مع أنهم لم يضارعوهم في المستوى العلمي والأدبي، إلا أنهم حاولوا تعويض ذلك من خلال الحث على العلم وتحفيز العلماء وتوفير الظروف المناسبة للتعلم، كما أنهم كانوا يوقرون العلماء ويحرصون على استشارتهم وكسب رضاهم. فها هو السلطان قطز، هذا الرجل المعروف هو صاحب معركة عين جالوت، وكذلك السلطان بيبرس، هؤلاء من المماليك ولكن كان لهم شأنا وعظا ونصروا به الإسلام. قطز قد عقد مجلسا لاستشارة العلماء وعلى رأسهم الأعز ابن عبد السلام في أخذ أموال التجار لمواجهة التتار، كما أن السلطان المنصور بن علي التركماني قد تم عزله وتولية قطز باستشارة القضاة لصغر سنه. وقد عقد مجلس استشارة آخر في عهد السلطان الناصر محمد بن قولون لاستشارة، هكذا كانوا يستشيرون العلماء ويستفيدون منهم، وعلى رأسهم في زمن محمد بن قولون الشيخ ابن دقيق العيد. وكان بعض السلاطين على قدر من العلم، فقد روى محي الدين بن عبد الظاهر عن الملك الأشرف خليل بن قالون أنه ما رأى ولا سمع بأحسن من فهمه، إذ كان يعلم على المراسيم يقرأها جميعا ويفهم ما فيها، ويقول: بل كان يخرج علينا بأشياء كثيرة في صنعة الإنشاء ونرى فيها الصواب منه. وهو أول سلطان في مراسيمه بين السطور، حشى في مراسيمه بين السطور بخط يده، وهذا يدل على ضلوعه في اللغة العربية وآدابها. أما السلطان بيبرس فقد كان موصوفا بالعقل التام والفقه، وقد كان السلطان الناصر محمد يحضر مجالس العلم، هكذا كانوا يحضرون مجالس العلم والذكر،
وكان يخلع على العلماء يعطيهم مال لتشجيعهم. فلما افتتح الخانقاه الذي أنشأها بجوار القصر وسمع السلطان هنالك على القاضي بدر الدين بن جماعة، سمع السلطان على القاضي بدر الدين 20 حديثا، يعني كان يجلس لهذا الشيخ ويسمع منه الأحاديث. وهذا الاهتمام الذي أولاه سلاطنة المماليك وأمرائهم للعلم والعلماء كان من أهم الأسباب التي أدت إلى الازدهار العلمي والأدبي في هذا العصر، بالإضافة إلى العوامل التي ذكرناها في البداية. ومن هجرة العلماء من بغداد والأندلس إلى القاهرة والشام والتنوع الثقافي والحضاري الذي شهده ذلك العصر. هكذا وقفنا على سيرة هذه اللغة العربية في عهد المماليك، وكان لها شأن كبير واهتمام عظيم من أمراء وملوك دولة المماليك. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي